وقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش عصر اليوم الخميس رئيس جماعة تابعة لدائرة مجاط بإقليم شيشاوا اشتبه في تورطه في تلقي رشوة قيمتها 30 ألف درهم. وأوضحت مصادر أن هذا المسؤول جرى توقيفه بمقهى بالمجال الترابي للجماعة الترابية القروية سلطنت بعمالة مراكش بعدما اتصل مقاول بالرقم الأخضر. ما جعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أصدر تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتدخل وتوقيف المشتكى به. وأضافت المصادر الذاتية أن الفرقة الأمنية للدرك الملكي بعد استماعها للمشتكي في محضر قانوني وضبط الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية التي ستشكل طعما يقدم لرئيس المشتكى به. انتقلت رفقة صاحب الشكاية الذي تفيد تعرضه للابتزاز من لدى الرئيس الذي يترأس الجماعة بالدائرة الترابية مجاط إلى مقهى بمنطقة الشريفية، حيث وضعت كمين المحكمة أدى إلى سقوطه متلبسا بتلقي المبلغ نفسه. وبأمر من النيابة العامة المختصة جرى وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث التمهيدي وتم الاستماع إليه في محضر قانوني.